مدارس رجعت تاني. تعالي نعمل حاجة للولاد. هاتي شوية دقيق على شوية مية ونعمل لهم أحلى ميني باتيه. بس قبل أي حاجة هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هتجيبي بقى كوباية مية دافية وعليها كيس من الخميرة ورشة بسيطة جدا من الخل، ودي بتبقى محسن للخبيث. بتزلي عليهم بقى معلقتين من الزيت النباتي وربع كوباية من اللبن الدافي وكوبايتين من الدقيق الأبيض، معلقة صغيرة من بيكنج باودر ونص معلقة ملح. واعجني لي بقى كل الكلام ده كويس جدا لغايه ما العجينه تلم معاكي خالص، ميبقاش فيه اي حاجه في الطبق. حسيت ان العجينه بتلزق معايا شويه، حطيت رشه بسيطه من الدقيق وفي الاخر خالص لميتها بمعلقه من الزيت لغايه ما العجينه اتشكلت معايا كده. سيبيها بقى، غطيها باي حاجه وسيبيها على لمبه الفرن لغايه ما تستريح وتخمر معاكي شويه. بعد بقى لما العجينه خمرت معاكي طلعيها وحطيها على الرخامه وافرديها كويس جدا. اعمليها على شكل دوريه كبيره كده، وهاتي اي مكعبين زبده عندك وابدأي ادهني بيهم كل العجينه علشان يديكي طعم الباتيه اللي هو بتاع بره. هاتي بقى اي نوع جبنه انت تحبيه. دي كانت جبنه براميلي، حطيتها كده في اول العجينه خالص وقفلت عليها كويس جدا، وابدأي بقى اديها ضغطه بسيطه عشان العجينه تكون معاكي مش مكلكعه وانت بتلفي بقيه الرول معاكي. هتلفيه بقى هيلف معاكي في منتهى السهوله. وبعد كده هاتي اي سكينه عندك وقطعيه، وهاتي صينيه ألمونيا تكون مدهونه دهن زيت وابدأي رصي الميني باتيه بتاعك. هاتي شويه عسل اسود على شويه سمسم، ابدأي حطي العسل وعليها رشه سمسم، دخليها الفرن على درجه حراره متوسطه هيطلع لك بالجمال ده. بجد حلو قوي، لازم تجربوه. يا رب الوصفات تكون بتعجبكم، وبألف هنا وشفا. اشوفكم بخير الفيديو الجاي. سلام عليكم.